السكرتيرة دخلت قالت لي مستر حسين في لجنة جاية حوالي تقريبا ما يقرب من 8 أو 9 أشخاص. كمدير مدرسة أنا بدأت من تقريبا حوالي 15 سنة في الإدارة في العمل الإداري. في أثناء الفترة دي كان في شوية حاجات كده أنا اتعلمتها في حياتي عامة. بطبيعتنا كده كأسرة بنميل قوي للإدارة، إدارة البيت وإدارة المكان إلى آخره. فكنا في أثناء فيروس كورونا، ودخلت من باب المدرسة. المدرسة ما شاء الله جميلة وممتازة، بس طبعا الفترة دي حضراتكم تفتكروا كان لازم المطهرات والحاجات دي. يعني لو احنا بنتصور لازم نتصور، وفي الصورة نفسها لازم تطلع ريحة الكلور والحاجات اللي هي المطهرات يعني. فأنا وأنا داخل المدرسة حسيت إن لأ، مش زي كل يوم. فكلمت مع مسؤولة العاملات، قلت لها يا ريت. قالت لي ده احنا لسه مخلصين. قلت لها معلش انا عايز بس الريحه تطلع للناس كلها كده، انا عايز ابقى قاعد في مكتبي شامم الريحه. بمجرد ما طلعت المكتب وخلصوا، يعني الموضوع ما خدش تقريبا نص ساعه، لقيتها جايه بتقول لي خلاص كله تمام. هي خرجت من المكتب، السكرتيره دخلت قالت لي مستر حسين في لجنه جايه حوالي تقريبا ما يقرب من 8 او 9 اشخاص، منهم ما شاء الله عقيد وعميد حاجات كده كتير. منين؟ من وزارة الداخلية لمتابعة تراخيص السواقين والكشف عن المخدرات، منهم من وزارة التعليم، ومنهم من وزارة الصحة. طبعا كان جاي عقيد من وزارة التعليم من الأمن. فكان المصادفة الجميلة إن كلهم بلا استثناء أثنوا على المدرسة وعلى النظام وعلى النظافة اللي موجودة في المدرسة. ودي من الحاجات اللي عمري ما انساها، لأن فرقت معايا القرار. يعني انت كمدير مدرسة لما تدخل وتلاقي في ورقة في الارض ما تفوتهاش، ما تاخدهاش وترميها على جنب وخلاص، لا ارميها على جنب تمام، بس نبه العاملات، نبه الناس المسؤولة، لان ممكن الورقة دي بتدي لك دلالة او علامة على حاجة تانية اهم بكتير. اوعوا تنسوا ان المسؤولية هي مسؤولية شاملة، وخاصة مدير المدرسة. شكرا.